الجوع. كم قاس أجدادنا من الجوع والحاجة والضيق. الجوع. كانوا يخرجون ليبحثوا عن تمرة، فهل علمت أجيال هذا العصر بشيء من المعاناة؟ هل صارت النعمة التي تحيط بنا ستارا يمنعنا أن نتذكر أحوال قوم ليسوا عنا ببعيد لا يجد الواحد منهم لقمة عيش؟ الجوع. وهي سنة الجوع مورخة صرنا جوع اسمها سنة الجوع. الفطيسة إذا طاحت على طول تلقى كل من قضبش نكلوها كالحين. وانا ذوقت الجوع وكلت الفطيس. والناس بالليل ياكلون الجوع يومين ثلاثة ما ذكر. شراينا اللحمان لما ضحية ولا سألنا بعير جاء وجع مات وجع وذبحوه وتشارك. وأين جوع عظيم، هذا جوع أمور من أول ما نتوصف أبدا من الحين والله يجي في نعمة الإسلام. والله اللي الله هديه يصلي الليل وقف والنهار وقف إنه ما الحق يجرب بيعلم. هي سنة الجوع معروف. يقول والله يا محمد إننا نتسابق على الفطيسة، حنا نروح عيد العيش. يقول ولا منا شفنا تقرمون الفطيسة والله إننا نتسابق عليها ونبرس عنده اللي ينهب منها اللي ينهب ونحرجه ونلعب، وإننا نروح ناخذ عن أهلنا شهر ما معنى إلا جراد مطحون، صغيرات جراد مطحون، جراد مطحون إلى منا هذا لهمناه وشربنا ماء. الصبر على البلاء. ما تناقتم بالزبالة هذه ويبست، ونروح أنا وأخوي نقعد ناخذ حصى ونقشع منه وهي يابسة، نقشع منه يدق وناكل. ما عندنا العود، ما تطبخ لنا أم أخوتي تطبخ لنا من الزرع الحصد وتطبخه نرشف الماء، ما عندنا شيء. الجوع. حتى علينا أبو عبد الله حميدان سنة الجوع يقول إننا مجتمعين مشراق مدوس الرأي نبي نطرش. وين نطرش؟ نبي نروح للرياض ولا لأي فلك. يقولوا ماذا تجي حرمة من أهل البداية قالت فلان ولد عمه، قال نعم. قالت غديك يا ولد عمي تملت على سنة الله سنة رسوله وما رسكت وخل ما رد عليه. يقول قالت أحد منكم يبيني الأجوال؟ يقول والله ما بنا اللي تتسلم خمدنا نبين العنج حنا شربيبه. يقول ما يرفع يديات السداء. قالت يا أهلا لمك يا أهلا لمك ولا روح. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولا واحد يشيل حريم من عنيزة مع بعيدين يشيل حريم يجمع 20 25 يروح بالله كويس وتقوم ثلاث الليل وتروح لهم خابرتهم يطبخون وتروح حلم وقت قلوبنا ميت وعاش موت جوع. ورغم ظروف المعيشة الصعبة تستمر المعاناة مع ذلك الجيل. ماتوا الناس من الجوع. يقول واحد من جماعتنا يقول هنا بجران يشحذون بالليل يطبون البيبان، أصبحنا ولهم ميتين عند البيبان من الجوع، ميتين ما يطوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. يقول حنا أنا الثالث معي 2 وأنا الثالث ولا معنى لنجارة له وليد، يقول وليد صغير ومالها له. قالت يا تركي أبي وليدي يروح معكم إن الله يبيعكم ويجيب لنا عيشة تعيش.
يقول علية المرور خليه يروح. يقول رحنا أكل ليلة ما حصلناش، ومن الزابلة ما حصلناش، على سبيل الله ما ذقناش نبت، على اللي كنا من عند أهلنا. يوم صار نهار ثالث يقول والله أن أخوياي لهم ترادت أنفسهم يأكلون الليل من الولد. يقول عرفت أنا للدعوة. قالوا شوف يا ترك أم أن الله رزقنا الليلة، إحنا لنا ثالث ليل ما لقنا شيء، ولا الليلة والله أنت عشاء. أمه محملتني إياه، وش أقول أنا وش وجهي؟ قال علمناك والله لو أنت ذابح نبيناك ما فيه. يقول يا فرج الله وأنا بس قال من يدها هالبزر ما خليه. يقول الولد سمين ولكن حالته حالة مبروك. يقول والله أنا ضربنا المصماص لأنا مخليهم يأكلونه وهم جاسمين ما فيها. يقول ما يقول يوم غابت الشمس وإلى والله أننا تكرمون على هاك السلبة جايب كله 7 جرام بهاك الثلاث. يقول والله يوم راح مثل الصبح عن وجهي ولا نم شايل حمل له. يقول قالوا فك الله ولك. يقول والله نصيد هالسلبة ونشبها كذب ونسهم له هي وعياله كلهم بهاك البريزة. يقول ونطجج وناكل. يقول والله ما خلينا به ولا كراع ولا ظلف هالسلبة هي وعياله. حنا 4 الليل. الجوع. ولكن هنا الشريدة هالبريدة منصور ومحمد الشريدة معروفين ببريدة مدخلين تمر بيض كله بصوبتين كل صوبه مد النظر، وهم اخشروا منصور ومحمد وكاتبين على هالبريدة داخلين تمرهم شارين وهم ما بعد اطلع كاتبين متقدمين عليهم. ويوم حل الجوع سنة الجوع هذه اللي يقولوا له سنة الجوع حل الجوع بالناس إلى منصور بالغربية بالشام وإلى محمد ببريدة. قاموا فتش حد الصواب وده اللي يجسم منه ويجيب ناس ويعطيهم ويعطيه ويجسم. يقولون والله يجيب البزورة 2 3 على ستفه والحين بالسوق ميتين من الجوع. يجيبهم على ستفه ويمرس تمر ما يشتريه. أنت محمد الشريد جاء يوم صار 3 شتاء ويوم جاء منصور ولا تمر بريده كله عندهم باصلهم كاتبين عليهم ستر مقدمين على هذا الخيل تجديد. جاء يوم جاء منصور قال له محمد والله يا أخوي الصوب جسمتهن حقي أنا بعته وحقك على رصاصة. قال احنا جاسمين يا أخي ما جسمنا. قال أنا حقي بعته على الله. قال وانا غني عن الله. هل حدث ثاني يخته؟ قال والله انهم غاسلين غسل. ويظهر البلاء في ذلك الجيل فيقفون امامه بالصبر والاحتساب. والله اذكر لك طول العمر كان لي طول العمر علمني ابوي يقول ظاهرين من القصيم شفت والجاده السوداء هذا شايب وهذه مره وهذا ولد وهذا جب من الجوع ميتين. جو والله يوم جاب طول العمر كلها كالمره إذا هكا المرأة وليدها ميتة ووليدها ميت على صدرها ووديت بثمر. شفت الله يدفع البلد. أبوي يعلمني يقول إنه يعلمني أبوي وهو طارش إنه مرة وصيح العود قال اللهم أنت ترفعها عن المسلمين اللهم أنت ترفعها عن المسلمين. جوع. وعن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإنه ليمر الهلال والهلالان والثلاثة ما يوقد في أبيات آل محمد صلى الله عليه وسلم نار. وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وعن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده ل9 نسوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا من تمر حتى فتحنا خيبر. أذكر أنه عمري 24 3 أيام ما ذقنا الطعام، جوع. وأذكر أن مرت بناخي اللي ما ماتت إلا قبل 3 سنين، تقول طلعت من بيتي اللي هو نشر كريه، يعني مسافة اللي راحت يمه حوالي نص كيلو أو أقل. طلعت بعد العصر أو حول المغرب وحصلت حوالي 13 نفر ما بين حرمه ورجال على عتبة الدكاكين شبه دايخين ونايمين جوع. وطلعت الصبح لهم ميتين كلهم من الجوع. وتمر المصائب واحدة تلو الأخرى. راعي عنيزه مسكين الجوع، ما تتكلف الميتة وسحبت بلثل، ولو هو يجيله أخذ لهم 3 أيام. هذا من العنيزة ما ذقوا شيء. راح اما فطيسه ذي اما الميتة هذه يجاب من الحمى، وقال للمرة يطبخيه اما عون معروف حتى نربه الى منه ذا ونعطيه العيد ياكلونه وانا وياه. لا تكلمنا، ما نبيه، لا تكلمنا. قصيره شاف مع ولده الحمى، يوم راحوا يصلون قال لي: يا ابو فلان جايكم مذيع الحمى ولا علمتونا نشرك معكم؟ قال: لا ما جانا مذيع ولا شيء مذيع. قال: لا بل انا شايف مبدي ولا كل حمى يقولوا. مرة احرجه قال: اجت بيعلمك؟ قال لي. قال: الميتة اللي مسحوبة بلثل العيد لهم 5 يوم، والله باحب اعتضوا بدارنا اودها الطب بيوتهم، ولكن رحت واخذت من الحمى وطبختها المرة وانا وياه، والله انا حرام علينا، وحطينا طبخناها معون بحتى الربو هنا الفطيسة. قال: كذا يقولوا قصير؟ وقال لي. قال: وصلتنا الامور كذا؟ قال لي. قال: هج الباب. وإلى قصيره طاح من ذهابه وشهر ذلوله يبي يحج مع الحاج. قال: هج الباب، ومر يسحب الذهاب ومر يدخلوا عليه، ومر طلع الذلول. قال: ذكر سنة راح يبعه وخذ ثمنه، اللهم انا حجينا ما احنا حاجين. اخذ الذلول وباعه واخذ ثمنه واخذ الذهاب واللي بيحجبه. حجوا هذا القصيمه، محجوا القصيمه وجو قالوا له العنيزه: والله كيف لما تروح تحج مع البريده تخلي جماعك العنيزه؟ قال: ما حجيت. قال: لا حجيت. قال: ما حجيت. قال: والله ومن الله مسلم عليك انا وفلان وفلان بمنى عند جدع جمره مسلمين عليك، وفلان وفلان مسلمين عليك بعرفه. قال: هذا. قال: والله تجحد تروح تحج مع بريده تخلي جماعك ابو بنيزه. يقول الى منهم اوضع على السوينات اخذوا السرح زد مع رقبه البعير يقدونه ويخلونه سريحا للسواني، ياخذونه ويدخلونه لا يجي احد ياخذه ياكله الليل. اي نعم، السرح زد. يقول: والزت. يقول: عادة عيونهم زرق من البرسيم، الزت ياكلون الزت. ويجون عند البيبان على 3 و4
ولا منهم هذا يطقون إن جاهم شيء أخذوهم يوم يجون